سلام، مرحبا بكم في قناتي قناة كويزين أم هيثم للوصفات السهلة. اليوم جبت لكم أسرع وألذ بسبوسة بلا تعقيد وبمقادير بسيطة والنتيجة طرية تذوب في الفم مشربة حتى للقلب. أنا نخليكم هنايا تشوفوا النتيجة ونروحوا للوصفة خطوة بخطوة. هنا أي وحدة عمرها ما جربتها ولا مبتدئة رايحة تنجح معك. اول حاجه نروحوا للشربات. الشربات نحتاجو فيها ربع كيسان تاع ماء وزوج كيسان تاع سكر ونص حبه ليم. هنا المقطع تاع زوج كيسان ما راح لي. نخلوها على النار بعد ما تغلي نحسبوا لها 10 دقائق ونطفوا على الشربات. نحتاجو هنايا 3 حبات بيض، كاس تاع سكر كلاص، عطر الليمون ولا عطر جوز الهند ولا لافاني اللي يكون عندك، كاس ناقص غير ربع تاع زيت، وكاس ناقص غير ربع تاع تاع حليب، ونواه كوكو. هنا نخلطو مليح ونزيدو عليها كاس تاع سميد متوسط، من الافضل متوسط انا نخدم به، وباكي تاع خميرة الحلويات، ونزيدو الكاس الثاني تاع السميد. هنايا البسبوسه دات لنا زوج كيسان تاع سميد من المتوسط وكاس تاع نواه كوكو. نخلطها مليح ونجيب البلا تاعي اللي دهنته بالدهان ورشيته بالسميد. هنايا نحط عليه البسبوسه تاعي بعد ما نسوي لها السطح، ندخلها للكوشه على نار ناقصه من تحت، ما نشعلوش عليها من الفوق. بعد ما يتحمروا لي كاع الحواشي نطفي عليها من تحت ونشعل عليها من الفوق باش البسبوسه تاعنا ما تجيش خضره من الداخل. هنايا بعد ما وجدت البسبوسه وراني خرجتها وهي هكاك حاميه، راني نسقي فيها بالشربات. هنايا كل ما تشرب لي نزيد نسقيها، كل ما تشرب نزيد نسقيها، ومن بعد نبدا نقطع فيها ونزيد تاني نشربها باش ما تجيناش ناشفه، تجي مشربه حتى للقلب وتجي طريه. اللي عمرها ما جربتها ولا اول مره رايحه ديرها، انا نقول لك ديريها وعينيك مغمضين، ناجحه 100% من اول تجربه. كل وحده وكي تبغي ديكوريها من الفوق. انا درت لها للتزيين خفيف بنوات كوكو، والصوره كما راكم تشوفوا فيها. نتمنى منكم انكم تجربوها، ونتلاقاو في وصفه سهله وفي فيديو جديد. سلام.